كان زمان في الأفلام المصرية السينما كانت بتهتم بكل حاجة زي الرومانسي والكوميدي. يمكن العيب الوحيد اللي كان في صناعة السينما وقتها هو الأكشن. لما بتيجي تتفرج على الأفلام القديمة بتحس إن المنتج مش صارف على الأكشن بتلاتة تعريفة، وهتلاقي مشاهد الأكشن دي يا إما عاملة زي خناقات الأطفال وشك في الحيط وقفاك ليا، يا إما بتقلب كوميديا. السينما المصرية بدأت تتطور أكتر في الأكشن مع ظهور ملك الترسو فريد شوقي اللي قدر يقدم لينا أكشن مختلف وحلو عن كل اللي كان موجود في الأفلام القديمة قبل كده. في الفترة دي فريد شوقي كان المنتجين بيقولوا عليه هو نجم الأكشن الأول في السينما المصرية. يعمل دور مجرم ماشي، يعمل دور فتوة ماشي، يعمل دور فارس مغوار ماشي. تمر السنين ونوصل لفترة التسعينات. في الفترة دي صناعة الأكشن في مصر كانت بدأت تنقرض، وكان كل اهتمام صناع السينما في الوقت ده بالأفلام الكوميدية والأفلام الرومانسية. يوسف منصور نجم أكشن المنتجين شافوا فيه فريد شوقي جديد. الراجل كمان بيلعب كونج فو وبروسلي في نفسه قوي. بس كان في عيب واحد في يوسف منصور، انه مهاراته في التمثيل بايظة خالص. هو صحيح كان بيقدم اكشن ومن جواه تحس انه متأثر ببروسلي، لكنه ما كانش بيعرف يمثل خالص. وده كان نفس عيب الشحات مبروك. في فترة التسعينات الشحات مبروك قدم مجموعة من أفلام الأكشن، هي أفلام أكشن بس أفلام مقاولات. مبدئيا كده مقدمة الفيديو النهاردة كانت طويلة شوية، وزي ما انتوا عارفين من عنوان الفيديو هنتكلم النهاردة عن أقوى أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية. ولو سألتني ايه أفضل فيلم أكشن مصري، أكيد هقولك فيلم الجزيرة. وما ينفعش يا جماعة نتكلم عن الأكشن من غير ما نجيب سيرة أحمد السقا، أحسن نجم أكشن جه في تاريخ مصر. الناس اللي بتقول على السقا ما بيعرفش وملوش في الشغلانة ياريت يشوفوا ازاي السقا مثل شخصية منصور الحفني. هو صحيح بعدها عمل دور وحش قوي في نسل الأغراب بس مش مشكلة. شريف عرفة قدم لنا في الجزيرة مجموعة من أحسن المعارك ومشاهد الأكشن اللي ما كانتش موجودة قبل كده في السينما المصرية بالحرفية دي. قصة فيلمنا بتحكي عن منصور الحفني اللي بيحكم قرية في الصعيد اسمها الجزيرة وبيتاجر في المخدرات والسلاح. من جماليات الفيلم ده شخصية البطل منصور الحفني اللي هو الأنتي هيرو. انت عارف كمشاهد انه شخصية وحشة وسيئة، ولكن انت بتحبه وعايزه ينتصر. يعني لو بصينا لمنصور هنلاقيه عامل زي ديد بول أو فينوم وكل الأنتي هيرو دول. شفنا في الجزيرة واحدة من أحسن قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، قصة حب منصور وكريم. قصة مليانة سوداوية. محمد دياب هو بيكتب سيناريو الفيلم ده تأثره باين بقصص الحب المأساوية المشهورة زي قيس وليلى وروميو وجولييت. كل القصص دي كانت نهايتها حزينة. في الجزيرة محمد دياب قدم نسخة حديثة من روميو وجولييت، وده اللي شفناه بين منصور وكريمة اللي العداوات بين أهاليهم بتفرقهم وبيبعدوا الاتنين عن بعض وبيتحول الحب اللي كان بينهم لكره. شفنا في الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير محمود ياسين. مشاهد محمود ياسين المعدودة ادت للفيلم تقل ونكهة مختلفة. يا جماعة الراجل ده نبرة صوته بتأثرني. بعد النجاح الكبير اللي حققه فيلم الجزيرة صناعه قرروا ان هما يكملوا رحلة بطلنا منصور الحفني ويرجعوا تاني للجزيرة. نقدر نقول ان الجزء التاني كان حلو وكان بنفس قوة الجزء الاول. في اول 10 دقايق من الفيلم بنشوف الثوار في 25 يناير وهما بيدخلوا السجن اللي منصور الحفني فيه. بعدها منصور بيستغل حالة الفوضى اللي في السجن وبيهرب. نقدر نقول ان دي اقوى بداية سينمائية في تاريخ السينما المصرية. انا حضرت الفيلم في السينما والناس وقتها كانت بتسقف بحماس. بعد ما منصور بيهرب من السجن بيروح لاخوه فضل وابنه علي وبيقنع الاتنين ان هما يرجعوا تاني للجزيرة. في الجزء ده شفنا تطور كبير في شخصية كريمة. كريمة في الجزء التاني مختلفة تماما عن الجزء الأول. في الجزء ده بنشوف كريمة البنت القوية اللي بتتجرد من عواطفها وبتفكر بعقلها مش قلبها. كمان الفيلم شهد آخر ظهور النجم الكبير خالد صالح. نقدر نقول إن خالد صالح كان هو تميمة النجاح في الجزء التاني من الجزيرة. شخصية زعيم الرحالة واحدة من أحسن الشخصيات اللي قدمها محمد دياب في الجزء التاني. من الحاجات اللي ما كانتش عجباني في سيناريو الجزء الأول من الجزيرة إنه ما كانش فيه الشرير له تقل، لكن في الجزء التاني شخصية زعيم الرحالة اللي جسدها لينا خالد صالح نقلت الجزيرة لمرحلة تانية وبعد تاني من الصراع اللي بين منصور وبين أعدائه. وانت بتشوف خالد صالح مع أحمد السقا تلقائيا هتسترجع ذكريات تيتو حرب إيطاليا. من ضمن جماليات الفيلم مشهد المعركة الأخير اللي كان بين رجالة منصور ورجالة الرحالة. مشهد أكشن هوليودي من العيار التقيل، وانت بتتفرج عليه هتحس انك بتشوف حرب طروادة بس في الصعيد. وكعادة النهايات في الجزيرة لازم الكاتب يختم بنهاية مفتوحة. في الجزء التاني من الجزيرة الفيلم بينتهي نهاية مفتوحة والكل بيكون فاكر ان منصور مات، لكن الفيلم بينتهي ومنصور بيفتح عينيه. صناع الفيلم كانوا بيمهدوا الجزء التالت من العمل، وكان المفروض ان الجزء التالت من الفيلم ينزل بفترة قريبة من الجزء التاني.
انا شايف ان السقا لازم يعمل جزء تالت من الجزيرة، في رأيي دي هتكون اقوى عودة للسقا في السينما. قصة الجزيرة تحتمل اجزاء كتير مش جزء تالت بس. تاني فيلم عندنا في قائمتنا فيلم ابراهيم الابيض. ايوه يا جماعة احنا لسه مكملين مع السقا، بقول لكم احسن نجم اكشن في مصر. في سنة 2008 السقا عمل لينا تحفة فنية اسمها ابراهيم الابيض. الفيلم من تأليف الكاتب المتميز عباس ابو الحسن والاخراج لمروان حامد. قصة فيلمنا بتحكي عن إبراهيم الأبيض، الشخص البلطجي اللي عايش على العنف والسرقة. الحب بيدوق قلب إبراهيم لما بيشوف حورية وبيعجب بيها من أول نظرة. ولكن من حظ إبراهيم الوحش إن كبير الحي المعلم زرزور بيحب حورية هو كمان. بتتوالى أحداث الفيلم وبيروح إبراهيم وصاحبه عشري يشتغلوا عند الحاج زرزور. من جماليات الفيلم ده إنك هتشوف شخصية بلطجي قوية جاية من الواقع. سيناريو الفيلم قدم لينا إبراهيم الأبيض، وبمشهدين صغيرين من طفولته قدر الكاتب يورينا ليه إبراهيم الأبيض اختار سكة البلطجة، وليه بقى إبراهيم الأبيض. بعكس الأفلام اللي عملها محمد رمضان، عبده موتة والألماني وقلب الأسد، كل دي كانت عبارة عن أفلام مقاولات وسبوبة. ثلاثية محمد رمضان ما قدرتش تطلع شخصية البلطجي بالعمق والقوة اللي كانوا في فيلم إبراهيم الأبيض. السيناريو في أفلام محمد رمضان كان سطحي جدا. في ثلاثية البلطجة اللي شفناها لمحمد رمضان مش هتلاقي مثلا شخصيات حلوة تصميمها حلو ومتعوب عليها. إبراهيم الأبيض قدم لينا شخصية عشري صاحب البطل ودراعه اليمين. برغم إن عشري كان صاحب إبراهيم إلا إنه بيخونه وبيبيعه الزرزور، ولكن عشري من جواه بيكون حاسس بالذنب إنه خان صاحبه. على النقيض في فيلم عبده موتة بنشوف محاولة تقليد فاشلة من كاتب الفيلم لما أصحاب عبده موتة بيخونوه. من ضمن الحاجات اللي ميزت فيلم إبراهيم الأبيض شخصية الفيلن المعلم زرزور. محمود عبد العزيز قدر يقدم لينا أداء مختلف وقوي في الشخصية، خلانا منتخيلش الفيلم من غيره. وصعب قوي نقارن شخصية المعلم زرزور بشخصية المعلم جابر في عبده موتة. الفيلم اللي معانا بعد كده فيلم حرب كرموز. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي والبطولة الأمير كرارة ومجموعة من النجوم. قصة الفيلم بتحكي لينا عن بنت بتتعرض للاغتصاب على ايد مجموعة من ضباط الانجليز، ولكن بيحموها 3 شباب مصريين، فبيموت واحد منهم. والضابط الانجليزي بيقع اسير في قسم شرطة كرموز اللي بيديره الجنرال يوسف المصري. ومن هنا بتتوالى الاحداث. الفيلم وقت عرضه حقق ايرادات عالية جدا وصلت قيمتها ل57 مليون جنيه مصري و500 ألف جنيه. كمان الفيلم شهد ظهور مميز لنجم الأكشن العالمي سكوت أتكنز، اللي في رأيي كان سبب كبير من أسباب نجاح الفيلم. مشهد المواجهة الأخير اللي كان بينه وبين أمير كرارة كان متصمم بحرفية عالية وطلع في أحسن صورة. رابع فيلم معانا في قائمتنا فيلم الرهينة. الفيلم من إنتاج سنة 2006 والبطولة لأحمد عز. وانت بتشوف الفيلم ده هتحس بريحة رجل مستحيل والروايات البوليسية اللي دكتور نبيل فاروق كان بيكتبها. لو شفت دور نور في الفيلم ده هتفتكر على طول سونيا جرام. قصة الفيلم بتحكي لينا عن مصطفى، شاب بيهاجر من مصر لأوكرانيا عشان يلاقي شغل، لكن بعدها بطلنا بيلاقي نفسه متورط في قضية خطف عشان ينقذ عالم ذرة مصري من القتل. من جماليات الفيلم ده لمحة الكوميديا الخفيفة اللي فيه. كلنا فاكرين شخصية عماد اللي جسدها لينا محمد شرف. شخصية عماد كانت هي عنوان الفكاهة في الفيلم، ولحد النهاردة لما بنفتح الفيسبوك بنلاقي ميمز عماد. الله يرحمك يا محمد يا شرف. خامس فيلم معانا في قائمتنا فيلم حملة فرعون. الفيلم اتعرض في سنة 2019 والبطولة كانت للفنان عمرو سعد ومجموعة من النجوم. نقدر نقول ان الفيلم دوت هو النسخة الجديدة من فيلم شمس الزناتي. قصة الفيلم بتحكي لينا عن يحيى المشهور بفرعون. يحيى ابنه بيتخطف وعشان يرجعه بيقرر انه يجمع فريق من اصحابه القدام. نقطة القوة في الفيلم ده كانت رامز أمير. الراجل دوت يا جماعة محترف تايكوندو. ناس كتير شايفة ان رامز هيكون خليفة السقا في الأكشن. خسارة ان المنتجين عندنا ما بينتجوش أفلام بطولة رامز أمير. برغم ان الفيلم محققش نجاح كبير وقت عرضه، لكنه ما يمنعش انه واحد من أحسن أفلام الأكشن المصرية. سادس فيلم معانا في قائمتنا فيلم مافيا. أيوة يا جماعة خلونا نرجع لزمن السقا الجميل. الفيلم من تأليف الكاتب مدحت العدل والإخراج لشريف عرفة. قصة فيلمنا بتحكي لينا عن شاب نصاب قبضت عليه المخابرات المصرية وقررت إنها تجنده في مهمة عشان يصد الخطر عن مصر ضد مجموعة من الجهات الأجنبية. فيلم مافيا كان بداية أفلام الأكشن في الألفية الأولى. الفيلم انعرض سنة 2002. فيلم مافيا مش مجرد فيلم أكشن عادي، نقدر نقول إن الفيلم ده كان من الأفلام اللي ساعدت في تغيير وتطوير السينما المصرية في الأكشن لصورة أفضل. وده كان التعاون الأول بين أحمد السقا وشريف عرفة.
الفيلم كمان قدم لينا شخصية فيلن قوية ومعلمة زي شخصية الجزار اللي قدمها لينا الفنان عباس أبو الحسن. الجزار شخص هادي وبارد، هو مش محتاج انه يكشر لك او يزعق لك او يبرق عشان يثبت لك انه شرير. الراجل بيقول لك ان الشر اسهل من كده. اخر فيلم معانا في قائمتنا فيلم ولاد رزق، الفيلم من بطولة احمد عز ومجموعة من النجوم. قصة الفيلم بتحكي لينا عن 4 اخوات بيشتغلوا في الاجرام والبلطجة، وبتتوالى احداث الفيلم وبنشوف كلنا مع بعض مغامرات ولاد رزق. الجزء الاول من الفيلم حقق نجاح كبير جدا، وده اللي خلى صناع الفيلم يعملوا جزء تاني من العمل ويستغلوا النجاح ده. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.